السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى معايا في وصفة من وصفات سوسو. وصفة اليوم غادي نشارك معكم بسطيلة ديال الدجاج باللوز، ولكن بطريقة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت مختلفة. وفي نفس الوقت غادي ندوز نحضر معكم واحد البريوات اللي تيجيو لذاذ وسهلين في التحضير. ندوزو نشوفوا طريقة التحضير مع ذكر المقادير. هنا خديت واحد الطنجرة درت فيها الدجاج اللي غسلته مزيان وقطعته طروفات. تقريبا عندي هنا كيلو ونص ديال الدجاج. كنضيف ليها الملحة وكنضيف معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال سكينجبير، معلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي، واحد شوية ديال زعفران شعرة، وكنضيف لهم واحد الحبة ديال المسكة الحرة. كنخلط هاد العناصر مزيان حتى كتدخل في الدجاج، وكنضيف ليه جوج بصلات كبار مقطعين مشلضين، وكنضيف واحد 4 المعالق كبار ديال المعدنوس اللي قطعته رقيق. كنضيف معلقه كبيره ديال الزبده، وكنحرك هاد العناصر مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها. كنشعل عليهم البوطه وكنخليهم يتقلاو على عافيه مهيله مع التحريك. ما كنضيفش الماء بتاتا لحقاش الدجاج والبصله كيطلقوا الماء. كنخليهم يطيبوا على عافيه مهيله، ومره كنبقى نحرك فيهم. هنا عندي واحد 500 غرام ديال اللوز اللي درته في المطايب ونقيته، من بعد قليته في الزيت النباتيه ونشفته بورق المطبخ وطحنته. غير هرمشته فقط، ما طحنتوش بزاف. ضفت ليه سكر كلاصي، ضفت ليه الزبده مذوبه، وضفت ليه واحد شويه ديال القرفه وشويه ديال المزهر. كنخلطو مزيان وكنحتفظ به على جنب. هنا كندوز كنشوف الطنجره ديال الدجاج بعد ما طاب، كنحيدو من المرق وكنديرو على جنب يبرد. كناخد المرقه اللي بقات ليا كنضيف ليها معلقه كبيره ديال سكر سنيده، كتبقى على حساب الذوق، وكنضيف 2 معالق كبار ديال اللوز مطحون بالقشره ديالو، وكنضيف واحد شويه ديال القرفه، وكنضيف بيضه، وكنحرك هاد العناصر مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها، وكنستمر في التحريك حتى كتنشف ليا من الماء وكتعزل البصله من الزيت. هنا خديت الدجاج وقطعته قطع رقيقه، وكنضيف ليه المرق اللي عقد. كنحركهم مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم، وكنضيف ليهم شويه ديال اللوز مقلي مطحون. كتبقى مساله اختياريه. بهاد الحشوه هذه تقدروا تحضروا بها بريوات، تقدروا تحضروا بها بسطيلات صغيورين، تقدروا تحضروا بها سيجار. انا هنا اختاريت نديرهم على شكل سيجار. غادي ناخذ الورقه ديال البسطيله، غادي ندهنها بالزبده مذوبه اللي خلطتها مع واحد شويه ديال الزيت، وغادي نبدا نعمر في السيجار.
هنا بعد ما ساليت الكميه اللي عندي غادي نخليهم على جنب وغادي ندوز نحضر الحشوه الثانيه. هنا خديت مقله درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نضيف ليها واحد 100 غرام ديال المشماش المجفف اللي قطعته قطع رقيقه. غادي نضيف ليه 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، وغادي نضيف ليه واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نحركهم مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. وغادي نضيف لهم واحد نص كاس ديال الماء، وغادي نغطي عليه ونخليه يطيب على عافيه مهيله. من بعد غادي نضيف ليه واحد 100 غرام ديال الكركاع اللي غير هرمشته شي شويه فقط. هنا بعد ما ضفت الكركاع غادي نبقى نحرك فيهم واحد شويه حتى يتعسلوا مع بعضياتهم لمده 5 دقائق فقط، وغادي نخليهم على جنب. كناخذ الورقه ديال البسطيله كنقطعها شرائح طويله، كندهنها بالزبده مذوبه مع شويه ديال الزيت النباتيه، وكنبدا نعمر في البريوات. كناخذ شويه من الحشوه اللي حضرت ديال الكركاع مع المشماش، وكنضيف ليه معلقه ديال اللوز مهرمش اللي حضرته البسطيله، كناخذ منه وكنضيفو لهاد الحشوه هادي. كنستمر بهاد الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. في حاله الا بغيتو ديروا غير هاد البريوات هادو تقدروا ديروا فقط هاد الكركاع مع المشماش معسلين، وفي نفس الوقت كتحضروا واحد شويه ديال اللوز بنفس الطريقه اللي حضرته باش نعمروا البريوات ديال الدجاج. صراحه هاد البريوات تيجيو مختلفين وتيجيو بنان بزاف بزاف بزاف، نتمنى تجربوهم. هنا بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كنقليهم في الزيت وكنديرهم في ورق المطبخ يستقطروا. من بعد كندير عليهم شي شويه ديال العسل. صراحه تيجيو بنان وتيجيو معلكين، نتمنى تجربوهم، وفي نفس الوقت كيجيو مختلفين. بالنسبه للسيجار فهما كيجيو على هذا الشكل هذا. الطريقه ديال التزيين كتبقى اختياريه وكل واحد يزين بالطريقه اللي بغى. تقدروا تدهنوهم بالعسل وترشوهم بشويه ديال اللوز مهرمش، او لا ديروا لهم سكر كلاصي والقرفه كيف ما درت ليهم انايا. بالنسبه للطياب ديالهم فكندخلوهم على فران مسخن على 200 درجه، وكنقصوا العافيه على 170 درجه، العافيه من الفوق ومن التحت. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم، ونتمنى نكون فتكم، ونتمنى كذلك انكم تجربوهم بالصحه والراحه، ونتلاقاو في وصفه اخرى من وصفات سوسو. بسلامه.